السلام عليكم. كيبدا الفيلم ديالنا بواحد البنت سميتها سالا كتلعب مع الصديقه ديالها اللي كتحسبها بحال الخوت. هنايا كيعيشوا في واحد الارض اللي فيها غير الدريات والعيالات، ما فيهاش راجل واحد اللي فيها سميتو كيقولوا ليه الفلاح، اللي كيكون ديما كيتزوج باي امراه كتكبر في هذيك القلعه. هنايا ديما كيطلبوا لانه كيقول لهم الا رضيت عليكم راه غتدخلوا للجنه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هنايا كنشوفوا باللي كيقول لهم تسمعوا الهضره ديالي، الا ما سمعتوش الهضره ديالي غندخلكم لجهنم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. باش التفكير اللي عندهم واش ما كيعرفوش شنو يديروا. هنايا كنشوفوا باللي ما كاينش حتى شي راجل غير بوحديتو اللي كاين. هنا مشى كيدوي مع سالا ملي كيقول ليها بلي امك كانت كتشبه لك وظريفه وزوينه بزاف، وقالت ليه هي علاش ماما كيفاش ماتت، بغيت نعرف. قال ليها كنت كنبغيها وانا اللي قتلتها وبغيت نصيفطها للجنه لانها كانت ظريفه وعزيزه عليا، وانت تي فاش غنتزوج بيك تنتي غتولي عزيزه عليا. هنايا واحد الدريه مزوجه به بدات كدوي عليهم وقالت ليه بلي هو يا رخيب وحقود. هنايا سيلا بقات كتعاير فيها وكتقول لها ما تدويش عليه. هنايا ناضت الصديقه ديالها وتاهي بدات كتعاير فيها واحد شويه، وما بداو كيتناتفوا كيترايشوا وكيتضاربوا. ملي بداو كيتضاربوا دخلات الام ديال الصديقه. ملي دخلات مشات عندها بنتها وقالت ليها راه بقات كتعاير فيا وكتضرب فيا. هنا امها قالت ليها نتوما ما يصلحش لكم تخدموا بجوجكم، غتخدم سيلا بوحديتها. هنايا سيلا تعصبات وقالت انا بغيت تكون عندي الام ديالي باش تحامي عليا. هنا سيلا كتشوف بلي الخدمه كامله غديرها بوحدها، ولكن ما عندها ما دير باش يرضى عليها الفلاح ويدخلها للجنه. هذا بلا مش تراجيم. المهم مشات عند واحد الكوخ اللي فيه واحد جوج عيالات، وحده ما عرفتش بحالها ميته وحده خدات من عندها الماكله وقالت لها هذيك راه صايمه ما غتاكلش. هنايا قالت لها انت كتشبهي لامك تتي ظريفه، ولكن غتعرفي بحق الزمان من بعد ملي غتكبري وغتزوجي به. هنايا كنشوفوها باللي كتقول ليها شوفي ما دياش في هضرتو وبقاي غدا بالسيستم ديالك. قالت ليها هذاك راه غير رضي عليا. هنايا كنشوفو تيسلا كتشوف في الفلاح مع الزوجه ديالو، وانا واحد شويه ويتشوف الدم وعرفات باللي وصلات لسن الزواج، يعني خاصها تتزوج. وإلا عرف هاد الشيء الفلاح غيتزوج بها، وهي ما باغاش تتزوج به لان ملي سمعت ديك الهضره بقى فيها الحال. وانا اول مره غتشوف شي راجل مع الفلاح، يعني اول مره غتشوف راجل في الحياه ديالها. هنا عرفات بلي الفلاح كيكذب وكاين شي وحدين من العالم الخارجي يعني قرابين ليهم. هنايا جمعهم الفلاح كاملين وقال لهم راه غنتحولوا من هاد القريه، يعني هاد الدار غنخليوها وغنمشيو لدار اخرى. كلشي بدا كيبكي وغادي يفتقدوا الدار ديالهم القديمه اللي كانوا مدوزين فيها اعز حياتهم، اللي كانوا مدوزين فيها كلشي. هنا كنشوفوا سيلا باركه بوحديتها، وهنا جا عندها الراعي وقال لها راني عارفك حزينه ولكن راني عارفك قويه، وانتي اول وحده مهمه عندي في البنات لاني عارفك شجاعه. هنا البنات شدوا حوايجهم ومشاو وجلسوا واحد الليله بداو كياكلوا. الراعي كيشوف هذيك المراه اللي كانت في الكوخ وكيبتسم ليها. هنايا كنشوفوا كملوا في الصباح الطريق ديالهم ووصلوا واحد الدار مهجوره. هنايا سيلا دخلات هي والبنات لهذيك الدار وشافوا شي حوايج ما عمرهم ما شافوهم، بحال التلفازه بحال طابلو بحال طابله. هنا دخل عندهم الفراح وقال لهم باللي الا دخلتوا لهاد الدار راني ساخط عليكم، يعني خرجوا بحالاتكم. هنايا خرجوا كاملين، ومن بعدها في الليل سيلا دخلات وبقات كتشوف داك الشيء وعرفاتو باللي غير كيكذب عليهم. وهنايا زادت تاكدات باللي غير كيكذب عليهم. هنا دخلات عندهم وقالت ليهم باللي غير كيكذب علينا. هنايا سيلا مشات كتمشى مع ديك المراه اللي كانت في الكوخ وقالت ليها هوايا كان مزوج بيا وكان كيقول لي بحال كما قال لك نتيايا، ولكن ملي شرفت قطع لي شعري وحطني مخزونه بوحديتي من دون الناس. هنايا فاش كتشرف المراه كيحطها بوحدها، وانتي ماماك فاش ولدات كانت مريضه وحتى نتيايا دار لها بحال هكاك ملي شرفات وقتلها. هنايا سيلا تصدمات وحقدات عليه ديال بصح. هنا مابقاتش كتحملو وقالت ليها بلي انا راه كنت كنغير من امك. هنا قالت لها سيلا بعيني انت اللي خليتيها تموت. قالت ليها لا راه الراعي هو اللي قتلها.
كانت مريضه ملي ولداتك، وملي مرضات مبغاش يديها للسبيطار وتما كاينه خلاها حتى ماتت. هنايا كنشوفوا سيلا عرفات الحقيقه كامله ومبقاتش كتحملو ديال بصح. هنا كنشوفوا الراعي بقى كيشوف فيها وعرفها باللي وصلت لسن الزواج وراه غادي يتزوج بها قريب. هنايا بقاو غاديين في الصباح عاوتاني واحد المره جاها واحد الوجع، ملي جا الوجع ولدات في الطريق بقاو كيواسيو فيها وماتت في الاخر مسكينه ملي ولدات. هنايا كلشي بدا حزين عليها وحرقها في الاخر. ملي ولدات ولد ماشي تا بنت. كنشوفوا سيلا باللي بقات فيها المراه بزاف، وهنايا كنشوفوا الراعي باللي ما كيحملش الولاد كيحمل غير البنات. هنايا مشات هذيك المراه اللي كانت في الكوخ وزات داك الولد وقالت ليه راني غنمشي غنتهلا فيه لانه ما كيحملش الولاد غيخليه وغادي يموت غير بالجوع. قالت لها سيلا تهلاي في راسك وكوني قويه وشجاعه. هنايا توادعوا ومشات ديك المراه وهزات الولد ومشات حتى هيايا. هنايا بقاو غاديين توصلوا لواحد البلاصه، وديك البلاصه كانت بعيده شويه. واحد المراه قالت للفلاح باللي راه شفت واحد الخيمه تما كاينه يلا نعيشوا تما كاينه. هزها وشد بها وبدا كيشطب بها الارض كيقول ليها انت ما خاصكش تقولي لي شنو ندير، انا اللي كنقول ماشي نتيايا. هنايا سيلا بزادت حقدات عليه بداك الكراهيه اللي كانت فيها وتزادت عاوتاني. هنا وصلوا واحد البلاصه فيها واحد البحيره كبيره وقال ليهم هنايا فين غنبقاو نعيشوا. هنايا صافي استقروا تما كاينه ولاو ديما كيتعشاو تما كاينه وكياكلوا عايشين الحياه كما كانوا عايشين في الاول. هنا واحد الدريه قالت الام ديالها واش نطيب لك تاكلي، قالت لها لا حنا صايمين لان الغد غادي نتولدوا من جديد. هنا سيلا مشات عند الدريات وقالت لهم راه الفلاح غير كيتبوحط علينا وراه كذاب باغي غير مصلحتنا وراه غير كنعاونوا فيه ماشي كنعاونوا فيه راه خدامات عنده وراه ما كيحميناش. هنايا مشاو عند الفلاح وخرجوا عنده ولقاوه جالس في الارض كيقلبوا على الامهات ديالهم ما لقوهمش. مشاو شافوهم لقاوهم كاملين ميتين. سولوه علاش درتي بحال هكا، قال لهم راه غادي يتولدوا من جديد لانهم امنت بهم وليت انا راضي عليهم وصيفتهم الجنه ودابا نتوما اللي غتوليو العيالات ديالي. هنايا قال لهم بلي نتوما هي اللي غتوليو عيالات ديالي. وسيلا قال ليها انتي اول مره غادي نتزوج بها دابا. قالت ليه لا انا ماشي بحالهم، انايا غادي نبعد منك وغتعطيني اتساع، انا ما باغيش نتزوج بك. هنايا تصدم وصرفقها. ملي صرفقها رجعات ليه التصرفيقه وما حملاتش راسو. هنايا هجموا عليه الدريات وبقاو كيقتلوا فيه وتسيسلا هزات واحد الحجره وعطاتو الراس. هنا جاو البوليس ولقاو الجثث ديال الامهات والجثه ديال الفلاح. وهنايا سيلا هزت العيالات ولاو مستقرين بوحديتهم وعايشين حياتهم بوحديتهم. وبالتالي هنايا كيتسالى الفيلم ديالنا.